ما قدرش على الحمار فاتشطر على البردعة. لو عايز تعرف أصل المثل إيه، شمع الفتلة بسرعة ويلا علشان أحكي لك. أيام زمان الناس كانت بتستخدم الحمار كوسيلة علشان يتنقلوا بيه من مكان لمكان. ففي قرية من القرى الناس كانت متعودة تركب على حمار معين علشان يوصلهم مكان ما هم عايزين. الحمار ده يا صديقي كان عنيف جدا وبيأذي أي حد يقرب منه بطريقة مبالغ فيها. فمن الطبيعي بقى لما حتة حمار يعمل كده مع الناس اللي بتركب عليه، يا إما ما يركبوش عليه تاني، يا إما يشوفوا هو بيعمل كده ليه فيهم. صح كده؟ طب لك أن تتخيل إن الناس لا عملت ده ولا عملت ده، وبدل ما يطلعوا بالهم في الحمار اللي كل شويه يوقعهم من عليه ويسبب لهم اذى نفسي وجسدي، قعدوا يضربوا في البردعه اللي على ظهره، وكل ما يقعوا يضربوا في البردعه اللي على ظهره، وكأن البردعه هي السبب في اللي بيحصل لهم. الكوميدي في الموضوع ان هم ما اكتفوش بضرب البردعه بس، لا ده كمان بقوا يطلبوا تغييرها. فكل ما البردعه تتغير يفضل الحمار على نفس طريقته يعضهم ويرفسهم ويوقعهم على الارض وهم لا حياه لمن تنادي. وفضلوا مصممين برضو ان البردعه هي السبب، فما يدروش على الحمار اتشطروا على البردعه بس يا سيدي. وهو ده اصل الحدوته. كونوا